انت ممكن تتخيل ان العالم كله يعيش في سعادة تامة، سعادة من غير مشاكل ولا قلق ولا خوف، سعادة مضمونة بنسبة 100%. الأمر قد يبدو حلما جميلا، لكن ماذا لو كانت هذه السعادة تعني شيئا خطيرا جدا، شيئا واحدا فقط، أن تفقد نفسك. ده اللي بيطرحه المسلسل اللي عامل ضجة، بلوروباس. تصدر المشاهدات حول العالم وجعل الجمهور يتساءل سؤالا مرعبا وبسيطا: هل يمكن أن يهرب الإنسان من السعادة؟ أيوة، هل ممكن أن أنت تهرب من أنك تكون سعيد؟ قصة المسلسل بتبدأ بإشارة قادمة من الفضاء، إشارة بيولوجية بتحول إلى فيروس. الفيروس ده بينتشر بسرعة. بيعمل إيه؟ يخلي كل الناس عقل واحد، نفس المشاعر واحدة، بيبتسموا في حالة رضا مطلق، مفيش كذب، مفيش خوف، مفيش رغبات متناقضة، مجتمع متكامل. وسط المجتمع ده 13 واحد نجوا من هذا الفيروس، منهم الكاتبة الروائية كارول. آه كانت نقطة ضوء بتعيش خارج الشبكة، امرأة بتكتب روايات رومانسية وبتعيش حياتها بين الكتب والشكوك والقلق. لكن لما كانت بتخش السوبر ماركت بتلاقي خالي، مفيش اختلاف في الأذواق، كل الناس بيشتروا اللي هم نفس الحاجة اللي بيحبوها، الخبز نفسه، القهوة نفسها، كله. هنا بقى كارول صرخت وقالت: أريد التنوع، أريد أن أكون أنا. المسلسل بيبدأ في طرح الأسئلة الكبيرة اللي كلنا بنتجنب التفكير فيها. هل الألم جزء من تكوين الإنسان؟ هل يمكن أن تعيش سعيدا إذا كان كل من حولك نسخة متطابقة؟ المسلسل بيثبت أن الفن يمكن يكون مختلف ومؤثر في الوقت نفسه. من جهة، النجاح اللي حققه المسلسل ده مش مصادفة أبدا، ده الكاتب في كتابة متقنة، في شخصيات مصقولة بعناية، وحوار فلسفي بسيط. حبيت ألفت نظرك لمسلسل عامل ضجة وعامل مشاهدات عالية جدا، وبيطرح سؤال هام: هل يمكن أن تهرب من السعادة؟ هل يمكن أن تهرب من الطمأنينة؟ ما كنتش اتفرجت على المسلسل ده، حاول تشوفه، لأن الحقيقة بيطرح أسئلة فلسفية عميقة. أنا بشكرك إن أنت استمعت إليا، مع خالص شكري وتقديري.